بينتهي الماتش بفوز الاهلي على ايجلي نور والنسر الاحمر بيكسب النسر الاسود. طيب سيبك من الماتش وسيبك من كل ده وتعالى بقى نتكلم في كام حاجه جوه الماتش اللي انا قلت لك سيبك منه. طيب الاهلي النهارده بيفوز على ايجلي نور 1-0 بهدف عكسي، هدف لحد ما مضحك بالنسبه لي، بس اداء متوسط. بس انا شايف ان الفريق النهارده متزن، الفريق كويس، انت بتلعب فرقه لسه مش فرقه كبيره، بس من طريقه لعبك انت كويس، من طريقه لعب المدرب الجديد انا متفائل بيه. معرفش ليه الراجل ده، بس انا متفائل ان هو ما بيديش الحنكه من عنده، هو بيعمل الطبيعي، هو طبيعي جدا. هتقول لي الماتش ما كانش حلو، اقول لك بس انت لحد ما انت كنت كويس، انت كنت في كذا فرصه كنت ممكن تجيب جون وكنت ممكن تكسب، وهم برضو في الشوط الثاني ايجلي نور اكنهم فوقوا مره واحده وبداوا يهجموا عليك. بس غير كده انا شايف ان الفريق كويس جدا النهارده، شايف ان الدنيا متزنه، شايف انها لسه بدري قوي ان احنا نحكم على الراجل ده. هتقولي احنا حكمنا على اللي قبليه بسرعه، بس لا، الراجل ده عنده حاجه، عنده فهم، عنده فكر، دي وجهه نظري. فلسه هنصبر عليه لحد الماتشات الجايه، بس كبدايه مع الاهلي حاجه كويسه جدا، اداء حلو، بدايه حلوه لافريقيا بفوز 1-0. اتمنى الاداء بعد كده يبقى احسن ونفوز اكتر، بالذات ان النهارده الفرقه ما كانتش قويه. الحكم كان عليك شويه، بس قلنا نتعود على الحاجات دي. بس ده كان ماتش النهارده، يجري نور النسور السوداء والاهلي النسور الحمراء، ويفوز النسر الاحمر على النسر الاسود ب1-0 بهدف عكسي. وده كان كالعاده راي كوره. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وفولو وسلام.